صبايا شباب، مساء الورد. كيفكم؟ شو أخباركم؟ خليني أقول لكم معلومة صغيرة يمكن غايبة عن بعضنا. إحنا أحيانا تأخذنا العزة بالإثم. 20% من المسلمين حول العالم هم فقط عرب. 80% من مسلمين العالم غير ناطقين باللغة العربية. 80% من مسلمين العالم غير ناطقين باللغة العربية. هذا لا يجعلنا أكثرية، يجعلنا أقلية. هذا أول إشي، وبيضع علينا عاتق كبير جدا على ظهرنا. سيسألنا الله عليه يوم القيامة: ماذا فعلتم بلغتكم اللي هي لغة القرآن؟ أنا بشوف ناس مسلمين بيعافروا وهم عم بيقرأوا القرآن، فما بالك فينا إحنا كعرب؟ علينا المسؤولية مضاعفة. هذا بيخليني أنتقل للشق الآخر من الحوار. إذا كان 20% فقط من المسلمين حول العالم اللي مؤمنين أنه هم أهل الجنة هم اللي بيناطقين باللغة العربية، إذن ما حال 80% من مسلمين العالم؟ هذا بيخليك تقول لنفسك: هو أنا ليش دائما متمسك بعروبتي أكتر من إسلامي؟ طيب، أنا شايفة طول عمري الباراشوت له 4 حبال بتحمله وبتنزل فيه بتوازن من ال4 كورنرات فيه. أنا طول عمري شايفة إنه منطقتنا السلام فيها بيكون مصري، تركي، إيراني، باكستاني. أنا هيك شايفة. يعني أنا شايفة دائما إنه المنطقة العربية كان لازم تقوى بهؤلاء ال4 دول القوية جيشا وشعبا وتعدادا ومساحة وقوة. طيب، ليش هدول ال4 دول؟ مصر إقليميا في العالم العربي هي الدولة الوحيدة اللي عندها استقلال سياسي واستقلال عسكري واستقلال له صوت يسمع حول العالم. هذا بالنسبة لمصر في الوطن العربي. لا يوجد قوة. أولا، مصر هي ثلث سكان الوطن العربي، ومصر هي الدولة الوحيدة التي عندها قوام جيش قوي جدا، يعد من أقوى جيوش العالم، المستقلة بدون أي قواعد أجنبية ولا عسكري أجنبي على أراضيها. 1,000,000 كيلومتر مربع في مساحة كبيرة جدا، وعندها إدارة سياسية مستقلة لا تعمل إلا ما فيه صالح لوطنها. هي ليست يعني لا إلها أذن تسمع من الغرب ولا بتعمل حساب للغرب. نفس الإشي في تركيا، لدرجة أنه حلف الناتو شمال الأطلسي يعني ضم تركيا لحلف الناتو، وهي مش دولة تعتبر من دول الغرب، يعني هي دولة إسلامية، وهم أي شيء له علاقة بالإسلام بيكرهوه بيخافوا منه. الإشي الثاني، إيران كذلك هي بتؤرقهم من 79، يعني وفاة الشاه اللي كان حليف لأمريكا وبيسمع كلامها وبنفذ خططها وكل شيء تمام. من ساعتها وهم أصبحت بالنسبة لهم إيران كابوس عظيم. من سنة 79 لما بقت جمهورية إسلامية، ما بقتش إمبراطورية، وما بقتش رئيسها حليف لأمريكا والصهيونية زي ما حفيده ما شاء الله طالع يعني يتبجح ويقول إنه أنا نعم صديق لأمريكا وإسرائيل وصديق قوي جدا وحليف قوي جدا. هذا اللي عايش بأمريكا اللي هم بدهم إياه يجي يمسك الحكم في إيران. فخيب الله ظنهم. بالنفس الإشي باكستان الدولة. نرجع الأول قبل ما أحكي عن باكستان، خليني أقول لإيران. إيران كان بدهم خلال 3-4 أشهر اللي فاتت يغيروا الحكم في إيران. وصلت إلى أنه رئيس أمريكا أعظم دولة بالعالم بيشتم وبيقول افتحوا مضيق هرمز. يعني وصل طموحهم فتح مضيق هرمز. فيعني مش عارفين مع أي إمبراطورية للفرس اللي ما غلبهاش حتى المغول عم بيحكوا. نيجي لباكستان. باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة في العالم اللي عندها سلاح نووي. رسميا الدولة الباكستانية هي دولة إسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية، ودولة قوية جدا إسلاميا قوية جدا، وعندها أسلحة نووية ورؤوس نووية. وخلى خلال مفاوضات الهدنة ما بين أمريكا وإسرائيل وأمريكا
إسرائيل وإيران في باكستان. في نفس الوقت أعلنت باكستان فتح حدودها للتجارة مع إيران لأنهم حدود، فأعلنت فتح الحدود رسميا ما بينها وما بين إيران، والشاطر يقرب. ففتحت المجال البري للتجارة ما بينها وما بين إيران رسميا. فهون لما أحكي أنا على هاي الدول اللي إلها صدى وإلها قوة، مش عيب إنه أنت تتحالف، وأنت لازلت تحت بوتقة إسلامك، يعني مش عروبتك. لما تختلك عروبتك فالجأ إلى إسلامك، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام وضح لنا عبر العصور وعبر الكلام، وشفناه في 1400 سنة، إنه خيركم أتقاكم. ما قلناش خيركم من نطق بالعربية. فإذا اختل ميزان العروبة واختل تم التغلغل إلى بعض حكام الوطن العربي بأنهم سلموا أوراقهم خوفا من الغرب وانبطحوا وأصبحوا منبطحين لبعض الدول، نحكي عن البعض، هذا لا يجعلك أنه أنت ما عندكش خيارات أخرى. فلا زلت أرى أنا في منظوري الضعيف البسيط جدا لمواطن عربي بسيط، هو أنه كورنرات التحكم في القوة في ميزان منطقتنا هي الأربع دول الإسلامية الكبرى في نظري. طبعا هذا غير ماليزيا وإندونيسيا، وطبعا ماليزيا تعتبر من أعظم وأقوى كمان القوى في العالم، ولكن البعد المسافي بيخلي منطقتنا الأقرب إلها هم الثلاث دول ومصر الرابعة. فأنا شايفة أنه مصر، إيران، تركيا وباكستان تحالف قوي جدا. وبهذه المناسبة بحب أحيي الجيش المصري والمناورات اللي تمت في سيناء يوم 25/4 ما شاء الله، أرعبت أخوانا أبناء القردة والأورانغوتان، وأثبتت أنه مصر بتلعب وحدها منفردة، لدرجة أنه نتنياهو الكنيسة بيطالب بإقالته وهو مرعوب، وكلم قائد عربي قال له الحقني شو أعمل أنا. كلم السيسي قال له أنا ما حدا له مدخل للسيسي، السيسي ما بيشتغل إلا من عقله وما في مصلحة بلده، ما بيسمعش لحدا. وهون بالمناسبة بحب أحكي للشعب المصري، ما تخلي أي إنسان بالعالم، لأني أنا بشوف بعض الإعلاميين المصريين زي عماد الدين أديب وعمرو أديب وهي الناس اللي إلها مش عارفة الإعلام ما شاء الله أسري في عنا، لميس، عمرو أديب، كله العيلة في بعضها، هلا سرحان كلهم متجوزين بعض وبنعمل فاميلي. عماد الدين أديب كان طلع هالكلام يعني مردود عليه تماما. مصر الشعب تبعها العظيم لازم يبقى فاهم انه اي اموال بتيجي لمصر، سواء ديون دولية، سواء ما يسأل وين بتروح فلوسي وليش الاشياء غالية وانا ليش ما شفت ما بعرف شو. في مشاريع قومية بتنعمل بمصر، انا خلال 20 سنة اللي فاتت النهضة اللي شفتها بمصر ما شفتها في اي مكان على وجه الارض. هذا اول شيء. تاني شيء، انت جيشك بيسلح وقوتك العسكرية بتقوى بأي أموال بتدخل لوطنك، لأنه أنت أغنى مواطن في الوطن العربي. عارف ليش أنت أغنى مواطن في الوطن العربي؟ لأنه أنت عندك أغلى سلعة في الوطن العربي غير الوطنية. الشعب المصري لا يراهن على وطنيته، انتهى. الشعب المصري أكثر شعب وطني على وجه الأرض، لكن عندك إشي أغلى بكتير من البترول ومن الفلوس ومن الحكم ومن الذهب ومن الأرض. عندك نهر النيل. انت ناسي انه الصراع العالمي الآن على الفريش ووتر، على المياه العذبة. نهر النيل هو الهدف. نهر النيل بيتم استهدافه من الحبشة، وربنا بيضع كيدهم في نحرهم وبضخ بحيرات فيكتوريا أكبر، وبتتكسر التوربينات وبتدخل المي على السودان تغرقها، وبتدخل مصر بتغرق الصحراء وبتعطي. مصر عاملة ما شاء الله أنهر صناعية فاضية بالصحراء، ودخلت عليها المياه وأنعشتها وزرعت فيها قمح. اللي بدي أحكي لك إياه إنك لما بتخاف من الله ما تخاف من إنسان على الأرض، وما في إنسان مهما بلغ من مكره ما رح يقع تحت مكر الله ويضيع. فإن كنت مصري فعيش فخورا بمصريتك. دمتم.